كابتن حسام حسن شايف ان في مؤامره عليه لابعاده عن المنتخب، وان هناك لوبي اعلامي مقرب من المهندس هاني ابو ريده واحمد مجاهد بداوا يشتغلوا على حسام حسن وابراهيم حسن لدرجه تسريب عقد حسام وابراهيم من المسؤولين في اتحاد الكوره بمرتباته. تسريب حسام بدا يفقد اعصابه في التعامل مع اللاعبين، وغلط غلطه كبيره انه قال لك على مصطفى محمد وهو مهاجم مصري الاول ربع محترف، وكأن البطولات بتيجي بالمحترفين. حسام حسن فتح على نفسه بوابه مع اللاعبين ان هو تجاوز في حق مين؟ مصطفى محمد، واصبح في كلام لعيبه انه يمشي، والكلام ده واصل للمسؤولين في اتحاد الكوره. دلوقتي بقى في لوبي في اتحاد الكوره بيضرب في التوأم حسن، وفي لعيبه بتكلم اعلاميين بتضرب في التوأم حسن. الاتحاد المصري لكره القدم عنده قناعه بعدم قدرتهم على قياده المنتخب، عنده قناعه ان هم فاضيين فنيا. انا اقول لك حسام وابراهيم يمشوا في حاله الخساره من نيجيريا 2-0 او 3-0. كيروش جاهز، كولر جاهز، اي حد جاهز، ويمين مهندس هاني ابو ريده المدرب الاجنبي ومرتب